عارف ليه جيبك مخروم والراتب بيخلص قبل ما ينزل؟ السر مش في غلاء الاسعار بس، السر في خازوق ناعم اسمه اشتري الان وادفع لاحقا. في مارس 2026 وبعد ما العيد خلص، ملايين السعوديين صحيوا على كابوس اقساط تابي وتمارا اللي كانت تبان سهله وهي بتتسحب. الفيديو ده مش للزبون اللي لابس في ديون، ده لكل صاحب بيزنس مبيعاته وقعت بعد العيد لان الناس مفلسه ومستنيين الراتب. استعد، لان الكلام اللي هقوله النهارده عن سمة وعن السجل الائتماني هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تقسط حتى كرتونة مية، وهي دي الحقيقة اللي محدش هيقولها لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي كلام خلينا نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من ربح بوعي. أنا محمد، والنهاردة احنا فاتحين ملف من أخطر الملفات اللي بتمس مستقبل كل واحد فينا، ملف خازوق تابي وتمارا وفخ الديون بعد العيد. عارف إن الكلام ده ممكن يزعل بعض شركات التمويل اللي بتكسب من تأخيرك، وممكن يخلي ناس تهز دماغها وتقول لي يعني جبت التايه يا محمد، بس معلش، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واحنا هنا عشان نربح بوضوح ووعي. لو انت زبون هفهمك ليه التقسيط الصغير ممكن يكون اكبر عدو لثروتك، ولو انت صاحب بيزنس هعرفك ازاي تبيع بذكاء من غير ما تدمر قدرة زبونك الشرائية على المدى الطويل. في الدقايق الجاية هنشرح بالورقة والقلم ايه اللي بيحصل لسجلك الائتماني لو اتأخرت عن قسط ب 200 ريال، وليه الرفاهية بالدين هي اسرع طريق للفقر. هنقسم كلامنا النهارده على 3 محاور رئيسيه. المحور الاول تشريح الفخ، ليه تابي وتمارا اخطر من قروض البنوك. المحور الثاني مجزره سمة، ليه قسط فستان او جوال يمنعك من بيت العمر. المحور الثالث روجيتة التعافي، ازاي تخرج من دوامه الاقساط وتبدا تبني ثروتك بجد. اولا، ليه تابي وتمارا اخطر من القروض البنكيه؟ بص يا قناص، شركات اشتري الان وادفع لاحقا البي ان بي ال ذكيه جدا. هم مش بيبيعوا لك منتج، هم بيبيعوا لك وهم السهوله. لما تشتري حاجه ب 2000 ريال وتقسمها على 4 شهور، عقلك بيشوفها 500 بس، ما بيشوفهاش ال 2000 كامله. عارف ده معناه ايه؟ اولا، فقدان السيطره، بتلاقي نفسك مقسط في 10 اماكن ومجموع الاقساط اكبر من نص راتبك وانت مش حاسس. تاني شيء، الاستهلاك العاطفي، بتشتري حاجات مش محتاجها اصلا بس عشان التقسيط متاح. تالت حاجه، غياب الفوائد الظاهره، هم بيقولوا لك بدون فوائد، بس في الحقيقه ان غرامات التاخير اللي اتلغت وبقت رسوم اداريه والضغط النفسي هم الثمن الحقيقي. ده اللي بيسموه خازوق السيوله. في مارس 2026 وبعد مصاريف العيد، الناس اكتشفت ان الراتب اللي هينزل لسه كمان يومين نصه اصلا هيروح لشركات التقسيط قبل ما ينزل الحساب. طيب ازاي قسط فستان او موبايل هيمنعك من بيت العمر؟ هنا بقى النوش الحقيقي اللي محدش بياخد باله منه. تابي وتمارا والشركات دي مربوطه بسمة، اللي هي الشركه السعوديه للمعلومات الائتمانيه. عارف يعني ايه؟ اولا، يعني التاخير خطيئه لا تغتفر. لو اتاخرت في سداد قسط واحد ب 100 ريال ده بيتسجل في تقريرك الائتماني. تاني شيء، انخفاض الكريدت سكور، لما تيجي بعد سنتين تطلب تمويل عقاري عشان تشتري بيت، البنك بيفتح ملفك وبيلاقي انك عميل غير ملتزم بسبب اقساط تافهه من 2026. تالت حاجه، الرفض التلقائي. البنوك دلوقتي في السعوديه بقت متشدده جدا، اي نقطه سوداء في سجلك الائتماني ممكن تضيع عليك فرصه العمر. بشوف شباب سعودي كتير بتشتكي ان طلباتهم بتترفض وهم مش عارفين ان خازوق التقسيط اللي بيشوف العيد هو السبب. احنا في ربح بوعي بنعلمك انك تكون قناص، مش صيده سهله لشركات التمويل. طيب ازاي تخرج من دوامه الاقساط دي وتبدا تبني ثروتك؟ دلوقتي انا هقول لك على الروجيتا العمليه عشان تنقذ سجلك الائتماني وجيبك. اولا، قاعده ال 24 ساعه، قبل ما تضغط تقسيط على اي حاجه استنى 24 ساعه، غالبا هتكتشف انك مش محتاجها اصلا. تاني حاجه، تصفيه الديون الصغيره، ابدأ سدد اقساط تابي وتمارا فورا قبل اي حاجه تانية. تالت حاجه، كاشك هو الملك، لو مش معاك تمن الحاجه كاش يبقى انت مش قادر تشتريها، نقطه ومن اول السطر. الكلام ده بقى لاصحاب البيزنس، لو مبيعاتك وقعت بعد العيد بلاش تضغط على الزبون اكتر بالتقسيط، حاول تقدم قيمه حقيقيه او عروض كاش، شجع الناس تدفع من غير ما تستلف. الزبون اللي بيشتري بوعي هو اللي بيكمل معاك وبيرجع لك تاني لانه مش حاسس بخازوق بعد الشراء. الخلاصه، تابي وتمارا في مارس 2026 بقى فخ بيسحب سيولة الناس وبيدمر مستقبلك الائتماني. الوعي هو اللي هيخلينا نعدي مجزرة الديون دي ونبدأ نربح بجد. وكلمتين لكل عميل،
خليك ذكي وما تلبسش خازوق الرفاهيه بالدين، ويا كل تاجر ابني بيزنس قايم على القيمه مش استنزاف الزبون. لو عجبك الفيديو وحاسس انه كشف لك المستور، شيره لكل واحد لابس في اقساط ومحتاج يفوق. وفي النهايه ما تنساش تابعني وخليك كويس.